احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بإخواني وأخواتي معنا في هذا اللقاء الجديد من البرنامج التفاعلي اليومي هلا سألوا. نصحبكم فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري، فمرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا أخي محمد. أهلا وسهلا. الله يسلمك. ويسرنا تواصل إخواننا وأخواتنا على الأرقام الهاتفية 021 39 42 42 أو 021 39 43 43. ونسعد بتلقي مكالماتكم بعد بيان موضوع لقاء اليوم: الرزق. مستمعينا مشاهدينا الكرام، إن هم الرزق قد أكل القلوب وأشغل العقول، وفي بعض الناس هلع وجزع حينما يسمع بالتغيرات الاقتصادية والتقلبات المالية والمشكلات في أمور المعاش، وكأنهم لا يعلمون أن الله عز شأنه قد تكفل بالرزق لجميع خلقه، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، قويهم وضعيفهم، كبيرهم وصغيرهم. قال ربنا تعالى قولا كريما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الأسباب الجالبة للرزق دكتور سعيد هدى إليها الرب ودل عليها الشرع، فما هي هذه الأسباب؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرزق مشكلة. أبدأ حديثي من خلال الآية التي ذكرتموها أخي محمد صالح. نعم. ربنا قال في القرآن الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن فالرزق مضمون لجميع الكائنات. وفيه لطيفة في الآية، تفضل. خص دواب الأرض دون غيره، لأنهم هم من يرزقون فقط. نعم، الذين استضافهم الله عز وجل في أرضه. أما الدواب في السماوات وفي الأراضين لا يعنيها الكلام. نعم. فبالمناسبة بعد ما ذكرتني بهذه اللطيفة تذكرت لطيفة أخرى. بارك الله فيك. أن الله عز وجل استضافنا في هذا الكون الفسيح في هذه الكرة الأرضية، ووفر لنا أسباب قيام حياتنا، وهو كذلك. نعم. من هواء وهو رزق، من ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، من غذاء، من كساء، من إيواء، من دواء. هذه مقومات الحياة. ولكن يعني صنوف من الأرزاق. نعم. ربنا عز وجل كما قلتم أيضا فكرة أيضا لطيفة ذكرتموها. نعم. حينما قلت أن الله عز وجل يعطي هذه الأرزاق للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي، الجميع. تحدثتم وتذكرت عبارة كان يرددها كثيرا شيخ المفسرين في هذا العصر الشيخ الشعراوي رحمه الله. نعم. قال لك: نفرق بين عطاءات الربوبية وعطاءات الألوهية. عطاءات الربوبية لا تستثني أحدا، فالله الخالق يرزق جميع الخلق، الطائعين والعصاة، المؤمنين والكافرين. أما عطاءات الألوهية فهذه يعطيها فقط للمؤمنين: القرب من الله سبحانه وتعالى، السكينة كما قال القرآن: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمان مع إيمانهم، الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني عطاءات الألوهية كثيرة لا نحصيها، وهي خاصة بالمؤمنين الطائعين. فكرة أخرى مهمة، قلتم يا أخي محمد صالح أن التقلبات الاقتصادية
وهذه المشكلات التي يعني يفرزها الواقع باستمرار قد تؤدي ويعيشها الخلق جميعا. نعم من أقصاهم إلى أدناهم. صحيح. نعم. قد تؤدي إلى زعزعة هذه الثقة في قلوب الناس. يقول في أزمات مالية اقتصادية، الحالة ما تشكرش والدعوة ما هيش مليحة وهكذا. هنا يأتي الإيمان، ولكن الإيمان يضبط المسألة بعدة ضوابط. الضابط الأول هو ترسيخ الثقة في الله عز وجل بأنه هو الرزاق. ذكرنا في مجلس من مجالسنا في هذا المقام تلك المرأة التي توفي زوجها وجاءها الناس المعزون، جاءها معزون كل يعزيها بما فتح الله عليه، وجاءت إحداهن تقول لها لهذه الأرملة لقد مات الرزاق، يعني زوجك الرزاق الذي يأتيك بالرزق. فقالت لها أنا زوجته وأنا أعرف به، عرفته أكالا وما عرفته رزاقا، فإن مات الأكال فإن الرزاق باق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن الضابط الأول الإيمان والتيقن من أن الله هو الرازق. آيات كثيرة في هذا السياق كقوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. نعم. هذه الدابة الصغيرة التي لا تقدر على حمل رزقها، ولكن يأتيها رزق الله عز وجل. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ثم قال ربنا في سورة الذاريات في الآية 22 وفي السماء رزقكم وما توعدون. آيات كثيرة تثبت فينا وترسخ فينا هذا الإيمان وهذا اليقين بأن الله هو الرزاق. هذا الضابط الأول. نعم. الضابط الثاني هو إجابة عن سؤالكم ما هي الأسباب الجالبة للرزق. وهنا المجال مفتوح لنا جميعا معاشر الناس معاشر الخلق لنتحرك. تحركوا ترزقوا كما يقال، تحركوا ترزقوا. الأسباب الجالبة الرزق كثيرة، فامشوا في مناكبها. نعم. من هذه المشي في مناكب الأرض. خلقنا الله عز وجل ورزقنا. أرزاقنا راهي موجودة في هذا الكون في هذه الأرض. نعم. ولكن أمرنا الله عز وجل بأن نمشي في مناكب هذه الأرض وأن نتخذ الأسباب، فأمرنا بالعمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآية ليس المقصود بها فقط العمل للآخرة، ولكن عمل للدنيا أيضا. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب العبد المحترف في حديث أخرجه الإمام مسلم. إذن هذه النصوص تدفعنا دفعا إلى اتخاذ الأسباب، والأسباب كثيرة. الفلاح يتخذ الأسباب عن طريق الحرث، يخرج الزريعة نتاعو ويخرج وسيلة الحرث، سواء زمان يعني يخرج الثيران ثيوغا، أو الآن يخرج الجرار يعني تراكتور وهكذا، ثم يخرج إلى الحقل إلى أرضه ويزرع ويحرث وهكذا، ثم ينتظر رب السماوات والأرض. ربي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالله هو الذي سيأمر السماء لتمطر وسيأمر الأرض لتنبت. ما وجدنا فلاحا أنبت الزرع، ولكن منبت الزرع هو الله سبحانه وتعالى. أما الفلاح ينشط في عالم الأسباب، وكذلك النجار وكذلك المهندس وكذلك المدرس وكذلك الجميع ينشطون في مناكب هذه الأرض ويتخذون من الأسباب المشروعة. وهنا نديروا خط ممكن يقول لك أنا أتخذ الأسباب الرشوة، ندخل في المشاكل تاع الناس وكذا ونجيب الرشوة. يعني الرشوة مصدر للرزق ولكنه مصدر حرام غير مشروع. وبعضهم يقول لك نتخذ الأسباب وهو التعامل بالربا، نعطي أموال أو قرض المال للناس بنسبة مئوية من الفائدة. بعض الناس يقول لك نكري دراهمي. نعم نكريهم. لا هذا لا يجوز. يكري الحانوت معليش. نعم. يكري السيارة معليش. يكري الدار معليش، ولكن ما عندوش حق يكري دراهم. يكري المال. المال دراهم النقود هذه لا ترد مالا
ولكنها تستثمر وتوظف، فبالتالي إذن هنا حرام. يأتي النص يقول لك وأحل الله البيع وحرم الربا. أشرنا في لقائنا السابق إلى موضوع المعاملات أو أحكام العقد باختصار. نقول هنا خاصية مهمة من خصائص المعاملات: الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص، خلافا العبادات، الأصل في العبادة الحظر أو الحرمة إلا بنص. إذن فالمجال مفتوح للناس للخلق ليتحركوا في هذه الدنيا ويسترزقون بالطرق الحلال، وكذلك الاحتكار ممنوع، وكذلك ذكرنا الرشوة والربا. ماذا لو كان الأصل في المعاملات التوقف؟ نعم، مشكلة، حرج عظيم. حرج عظيم. نعم. لكنا في حرج شديد، ولكن ربنا الحمد من سماحة الشريعة رفع عن الحرج. نعم. فالأصل في العبادات الإباحة. الأصل في العبادات التوقف. نعم، الأصل في العبادات التوقف، بارك الله فيك. الحظر. نعم. إلا بنص، إلا لا نعبد الله إلا بما شرع. نعم. ولكن في دنيا المعاملات، في مجال المعاملات، المجال مفتوح لنا لنسترزق ونتخذ من الأسباب. بل وربما في اللقاءات القادمة نتحدث عن بعض العقود، سواء العقود القديمة. في المرة اللي فاتت أعطينا بعض الشروط المتعلقة بالعاقدين، المتعلقة بمحل العقد، المتعلقة بصيغة العقد، ولكن سيأتي بيانها في مستقبل الأيام إن شاء الله. المهم الإنسان ينضبط بهذه الضوابط والسلام. مثلا في باب الرزق، محل عقد قد يكون عملا، نعم، قد يكون منفعة، نعم، قد يكون عينا. العين مثلا الإنسان يدخل السوق يبيع ويشري في الأعيان، هذا أمر مباح. إذا كان في العمل، في الصناعة، في الزراعة، في المساقات إلى آخره، هذه كلها أعمال، في النجارة وغيرها. وقد تكون منفعة، الإنسان يكون عنده محل تجاري وكريه يا أخي محمد صالح. نعم. لذلك هذه العقود كلها والحمد لله مفتوحة. إذن نركز على، ثم بعد ذلك بعد اتخاذ الأسباب، الأسباب المباحة، لابد من توثيق الصلة بالله عز وجل. مما عرفناه من الفلاحين تاع زمان، قبل ما يبدأ يزرع يقول بسم الله، بسم الله، ما يدخلش هكذا الحق نتاعو ويزرع هكذا، يقول بسم الله يعني، ويدعو الله عز وجل باش ينبت هذه البذور، ينتفع بهذه البذور البشر وكذلك الحيوانات والطيور وغيرها. لذلك عندنا مثل بالقبائلية خطير ومهم. نعم. يقول لك لو كان سنتي حسابه فلاح وسنتي زرعارة، يعني الفلاح كي يروح يزرع شحال من الأفواه اللي راهي مفتوحة تنتظر هذا الزرع، أليس كذلك؟ نعم. ولكن هذا الفلاح عنده نية بينه وبين ربي سبحانه، يزرع ويحرث ويتعب، والرزق ربي هو اللي يوصله. وربما هذا الفلاح جعله ربي سبحانه سبب باش هذا الرزق يوصل إلى الآخرين، وهكذا. ثم أن الشريعة الإسلامية منعت التكاسل والكسل والإهمال. ما يجيش واحد يقول لك فنيا، أنا أقول لك متكل على الله. وأيضا من روائع الشيخ الشعراوي الله يرحمه يقول لك القلوب تتوكل والجوارح تعمل. نعم. ما يجيش واحد عمل نتاع اليدين والرجلين يديروا القلب يقول لك أنا نتكل على ربي ويحبس، يعني يحبس ما يخدمش. لا، يقول لك القلوب تتوكل على الله ولكن الجوارح تعمل. الإنسان يتخذ من هذه الأسباب ويدعو الله عز وجل بالبركة، وكذلك من أسباب جلب الرزق أداء الواجبات الشرعية، على رأسها واجب الزكاة. معنى الإنسان الذي يزكي ماله، وقد علم ذلك فيما سبق، أن الزكاة من معانيها الصفاء والنقاء، من معانيها الصلاح، من معانيها البركة والنماء. بمعنى الإنسان حينما يؤدي فريضة الزكاة رب سبحانه يبارك في أرزاقه ويبارك في ماله. فإذا طبق الإنسان هذه الأحكام واستحضر هذه المعالم وهو ينشط في عالم الأسباب، لا شك أن الله عز وجل سيوفقه، لأن الله قد وضع سننا في هذه الحياة، وهذه السنن لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات. نعم. بارك الله فيك دكتور على هذا البيان. وما من شك أن من أعظم أسباب الرزق هي الاستقامة على دين الله وشرعه، والامتثال لما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. إذا مشكور شيخنا على بيان هذا الموضوع. وإلى المكالمات. معنا أم هانئ من العاصمة. الو. نعم. خوذا حابه نسقف الشيخ برك. يسمع إليك الشيخ، تفضلي. مساء الخير. مرحبا، اهلا وسهلا. حابه نسق فيك برك. انا تسمى عندي دين قديم تاع رمضان، فما ما كنتش نرد في رمضان، ودركا راني رد فيه. دركا حابه نعرف برك كيف نصدق عليهم برك.
نعم واضح إن شاء الله. واضح. ثم كيفاه نمدوا لفرد الانسان ولا نقسم الدراهم على قداه الواحد ولا هذه هي. نعم. السلام عليكم. بالسلامة أختي بالسلامة. صح. شكرا. زينب من ورقلة. زينب نعم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. عندي سؤال فيما يخص الميراث. تفضلي. أنني كاتبات وبرك نقراه لك ديريكت. تفضلي اقرأ. توفيت الوالدة. نعم. رحمه الله. رحمة الله. تاركة 3 بنات. نعم. دون ذكور. نعم. وليس لها لا أخ ولا عم ولا خال. كما نقول من الكوتي تاع الأم ما كانش زعما راجل في العائلة. نعم. ومي عندها عمتها متوفية بصح عندها الأحفاد تاع هذه عمتها وعندهم أولاد هذه الأحفاد. نعم. نعم. الوالدة تركت مبلغ من الذهب. نعم. هذا الذهب عبارة عن أساور. نعم. وهذه الأساور مختلفة في الميزان. نعم. السؤال الأول، كيف تقسم هذه القيمة تاع الذهب؟ شحال القيمة هذه؟ الجرامات يعني نورمالمون 60 جرام. 60 جرام. حوالي هكاك 60 جرام، مش 60 جرام قد تقريبا. نعم. واضح ان شاء الله. مهم هي ما عندها حتى قريب من الرجال. لا ما عندها حتى قريب من الرجال. نعم. واسكو زعما هاد الاساور نبيعوهم ونقسموا القيمه تاعهم. نعم. ولا نمدوهم هكاك بعد قسمة التركة؟ يقول لك الشيخ كيف تسوي بهم. انتم واش تفاهمتوا عليهم؟ واش تفاهمتوا على هذا الذهب؟ والله شوف دوك نقول لك احنا الوضعيه اختي الكبيره كبيره في السن. نعم. عندها 75 سنه ولا مسنه. وعندها بنتها. وبنتها عندها ابناء كامل معوقين. نعم. زعما انا ملي عرفت بهذا الامر راني كل خطا زعما نعطيها مبلغ من المال. نعم. والاخت الدوزيام علما انا الاخت الصغرى. الاخت الدوزيام حتى هي تاني تحت كفالتي. نعم. عايشه معايا وتحت كفالتي. بصح انا قلت الى قسم كل واحد نعطيه قسمته. واضح ان شاء الله. الله يوفق بينكم ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيكم. حاجه اخرى مع الذهب. تركت الى الذهب اختي، ما فيش تركه اخرى؟ لا غير الذهب برك. واضح ان شاء الله. نبينوا لك الجواب ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. بالسلامه يا خديجه. شكرا. الى البليده الاخت خديجه. نعم. خديجه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا عندي سؤال. تفضلي. عندي راتب شهري نخصه بالاورو. عندك ايش عندك؟ راتب شهري نتقاضى. نعم. بدي بالاورو. نعم. ونصرفه هنا بالدينار في محل يعني ماشي بطريقه رسميه يعني سوق سوداء. نعم. هذا المبلغ يعني حلال ولا لازم نصرفه بطريقه رسميه باش يكون؟ نعم. واضح ان شاء الله. واضح سيدة خديجة. شكرا جزاكم الله خير. مع السلامة. في اتصال آخر. نعم. من معنا على الهاتف؟ نعم. من سكيك ده أم محمد. مساء الخير. مساء النور سيدتي. خويا عندي زوج أسئلة. تفضلي. من فضلك السؤال الأول. نعم. عندي خلينا بابا ورد. نعم. وفيه معنا مرتبونة. درك انا نعطيو لها الثمن تاعها. نعم. ومن بعد هذوك السبعه اللي يبقاو نسرقوهم حنا الورثه اللي كاينين الكل. زوز تكوره نعطيهم زوج قسمات والطفله قسمه. السؤال هذا صحيح ولا مش صحيح؟
وشحال نتوما الولاد؟ البنات حنا 3 والذكورة 5 وعندنا مرتبونة. البنات شحال؟ 3 و5 ذكورة و5 ذكورة. ومرت باباكم؟ ومرت بابينا. نعم. نعطيك دايما. والسؤال الثاني. تفضلي. والسؤال الثاني، الورد هذا راح نديروا عليه وكالة لخويا. نعم. هو اللي يبيع، هو اللي يبيعوا. وبالصح هو واش قال لنا؟ قال لنا نبيع كيما نحب انا، كي توكلوني نبيع كيما نحب انا على السومه يعني ها. نعم. سومه. قال نبيع كيما نحب انا. احنا معليش بخوتو، عندي زوج من بابي، طفله وطفل من بابي، وحنايا في 6 خاوه من الام والبو. نعم. عمتك دايما. بصح هم يقولوا القول هذا سمعته، يقول لك الخاوه من البو ما يجيبش كيما من الام والبو. هذا انا يعني ما منتوش وما نعرف. وصلنا نكمل لك الساعه، نكمل لك في الوكاله. درك لا مرتبونه احنا معليش خوتو من وبوه، ذلك نقدروا نسنيو له هو اللي يتوكل علينا. كل كيما يحب يدير السومه، بصح خايفه خوتي اللي من بابيه ما بالك ما يقبلولوش. دابا مرتي باي هضرت مع الناس وسمعناها، قالت لهم انا لازم يبيع بطا لازم هذيك الحاجه ولا ما نقرديش. وهو دوك البيع ماشي في يده هو، كيما يمدوا له الناس، هذا يمدلوه هك وهذا يمدلوه هك. درك لازم حتى نقرديو الكل ولا كيما يحب هو. هذا هو السؤال تاعي. هو قال لك انا كي توكلوني نبيع كيما نحب انا. نعم واضح. وخاوته من باباه كل هذوك تحت كفالة امهم، هذوك صغار. نعم. هذيك تقوم في مقامهم يماهم. هذوك متكفله بهم امهم هذوك. نعم. بصح امهم راهي رافضه، قالت لك انا نبيع. شحال الاولاد هذو من الطفل عنده 15 سنه والطفله عندها بالك 16. اسمحي، مرت باباك شحال عندها اولاد؟ زوج بخلاف ال5 اللي راكم نتوما ذكور. احنا من الخاوه من الام والبو 6. 4 ذكوره و3 بنات. 4 ذكوره و3 بنات. زوج هذا اللي من الام والبو، وطفله وطفل من بابي. اسمحي لي، زوجة باباك شحال خلات؟ طفله وطفل عندها طفله وطفل. صح. وانتوما الخاوه؟ حنايا ولاد الام والبو 4 ذكوره و2 بنات. 4 ذكور و2 بنات. وحنايا خيرنا واحد من الخاوه وكناه. واضح. قالوا نديروا لك الوكاله باش تبيع. نعم واضح ان شاء الله. هيا شكرا ربي يعينك. بالسلامه. شكرا. صح. معنا اتصال من فرنسا. نعم. الو. الاخت زكيه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تفضلي سيدتي تفضلي. عندي السؤال الاول، بارك الله فيك، البسمله في الصلاه. نعم. والسؤال الثاني، التبرع بالدم، هنا نتبرع بالدم اسكو يعني جائز ولا لا يجوز؟ يعني ثم في فرنسا ولا كيف؟ نعم في فرنسا. نعم نروح نتبرع بالدم، اسكو يعني هل يجوز هذا ام لا يجوز؟ يعني حابه تقصدي لغير المسلمين ولا كيف يعني؟ لغير المسلمين. يعني حكم التبرع جمعيه يتبرعوا بالدم، كما نقولوا احنا لاك خواوج، نروح نمد لهم الدم يعطوه للمرضى بالراس. صديق وين شكون من يمدوا؟ جمعيه الصليب الاحمر. نعم. والسؤال الثالث، السجدة كي نلقى السجدة في الصلاة والسجدة لغير غير المالك، اسكو نسجدوا ولا ما نسجدوش؟ مهم السجدات في الصلاة. السجدة في الصلاة أثناء صلاتك. السجدة كي نقرأ القرآن ونلقى سجدة باش نسجد، ويقول يكتبوا في المصحف مكتوب لغير المالك، الشافعي والأحمد. نعم واضح. والسؤال بارك الله فيك، السؤال الرابع، صدقة تاع العشاء باغ اليوم عندي اختي ماتت ولا المهم واحد من العائله. نعم. وندير ندير اليوم العشاء ونقول نتبرع لاختي ولا لبابا، اسكو هذا يجوز ولا لا يجوز؟ اسكو يوصلهم ولا كيفاه نديروا الصدقه للميت؟ واضح ان شاء الله. السلام عليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. البركه. شكرا سيده زكيه. السلام عليكم. الحاج من سطيف ونستأنف الإجابة على بركة الله. الحاج السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا أخويا. الله يهنيك ويبارك فيك. تفضل. أشكركم على هذا الحصة. وشكرا الأخ اللي راهو بالإشارة.
عايش نحب نسقسيك على ديال الحمام، يقولوا اخرين حرام اخرين حلال، ان شاء الله بالي كيفاه. وشنو هو؟ الحمام الحمامة اللي يجيبوه للدار، واخرين يقولوا حلال اخرين يقولوا حرام. ما نعرف. ايوه هذا سؤالك. نعم بارك الله فيكم. صح بصحتك يا اخويا. عايشك بارك الله فيك. سلامة. شكرا شيخنا. على بركة الله نبدأ مع الأخت السائلة. في سائلة تقول شيخ ورد إلينا السؤال التالي أن زوجها أمهرها سكن، تم بيع هذا السكن، الزوج جعل الأموال في حساب خاص، منع زوجته من التصرف في هذه الأموال. نعم. الآن فوائد يأخذها من هذه الأموال وينتفع بها. الآن السائلة تسأل، قالت الأمور وصلت إلى حد الطلاق وهو يمنعني من التصرف في هذا المال، فما الحكم؟ نعم. قال ربنا في آية القرآن: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. سورة النساء. الصداق حق للزوجة تستحقه كاملا بعد البناء، لذلك ويعد هو أي المهر من الديون الممتازة، بمعنى إذا لم يقدم لها المهر بعد الزواج ومات فهي ترث هذا الزوج الميراث الشرعي، وهو الثمن عند وجود الفرع الوارث للمورث، والربع عند عدم وجود فرع وارث. ولكن قبل تقسيم التركة لا عليها ولا على الخلفاء الورثة الآخرين لا بد من تسديد الديون، وعلى رأس هذه الديون المهر، إذ لا تركة إلا بعد سداد الديون. يعني ما نقدروش نصفيو التركة باش نقسموها على الورثة حتى نحو ثلاثة أمور. الأمر الأول نفقة التجهيز، تجهيز الميت المشروعة، نفقة المشروعة. رقم 2 تسديد الديون، سواء كانت ديون الله كالزكوات مثلا والكفارات وغيرها والنذور، وكذلك ديون العباد. من هؤلاء العباد هذه الزوجة المهر نتاعها تأخذ بعد وفاة زوجها إذا لم تستلمه منه حال حياته. ثم يأتي تنفيذ الوصايا إن وجدت. بعد ذلك ما بقي من التركة نقول تركة صافية، الآن نوزعها على الورثة بالفريضة الشرعية. طيب درك أنت صاحبة السؤال هذه نقول أنت عندك حق كامل في المهر نتاعك، ولا يجوز لزوجك أن يتصرف فيه. أول خطأ هو التصرف فيه، البيع. أول خطأ أنه سلب منها المهر، يعني أعطى لها المهر باليد اليمنى وسلبه باليد اليسرى، وداروا في البنك هكذا. وبعدين هذا الخطأ الأول. نعم. أنه حرمها من مهرها، سلبها مهرها، هذا الخطأ الأول المخالف للشريعة. الخطأ الثاني أنه يأخذ الفوائد بين قوسين الربوية، معناه الفوائد اللي زانتيري هذوك اللي يجيبها من البنكة يأخذها هو. هذا خلل آخر، هذه مخالفة ثانية. الأمر الثالث كيفاش المعطيات؟ الأمر الثاني أنه الآن ينتفع بالفوائد الربوية، هذا أمر مخالف للشريعة، لا يجوز له أن ينتفع بهذه الفوائد. نعم. لسببين: أولا أنها ربا، ثانيا أنه أصل هذه الفوائد هو مال خاص بزوجته وما عندوش حق التصرف فيه، ونأخذه في الحسبان. كمل بعد نكمل البيان. يعني الأمور على وشك الطلاق. نعم. هكذا قالت السائلة. نعم. طيب نقول لك يا أختي أن استقلالية الذمة المالية نعم. أمر مقرر في الشريعة الإسلامية. يعني الزوج عنده ذمة مالية مستقلة والزوجة عندها ذمة مالية مستقلة، وهذا مقرر في الشريعة ومقرر في القانون، في القوانين التي استمدت أحكامها من الفقه الإسلامي، بما فيها طبعا القانون الجزائري قانون 84/11. أقول مادام ذمة المالية مستقلة، مادام هو استولى على هذا المهر نتاعك بغير وجه حق،
ما دام راه يستثمر بين قوسين راه يأخذ الفوائد الربوية من هذا البنك. كل هذه مخالفات شرعية وقع فيها. الآن الشرع واش يقول؟ أنك تطالبين باسترداد حقك في المهر، ماشي بالفايدة. يعني رأس المال هذاك المبلغ إذا كان مثلا 50 مليون ل 10 ملايين ولا تأخذي المبلغ نتاعك، هذا مهرك تأخذيه الآن. ما نتكلموش الآن على الطلاق. في حالة ما إذا كان ربي يسر يعني الحياة بينكم الزوجية، من حقك باش تطالبي بمهرك الآن. صحيح الفقهاء يقولون بجواز تأخير أو تأجيل المهر إلى أقرب الأجلين، وأقرب من أقرب الأجلين اللي هو الطلاق إذا كان بائنا. فإذا وقع الطلاق هنا عندك حق باش تطالبي باسترداد المهر نتاعك، زائد الحقوق الأخرى المقررة في الشرع وفي القانون، كالتعويض عن طلاق التعسف إذا كان كذلك، ونفقة العدة والنفقات والتعويضات المختلفة، والسكن لممارسة الحضانة إذا كان في حضانة، هناك أولاد يعني يحضنون وهكذا. هذا هو الجواب. نعم. بارك الله فيك. السؤال الذي ورد إليكم في حصة والصلح خير دكتور سعيد، أحالته الأخت نجاة. نعم. إليك. أحالته إلى البرنامج وهي مشكورة لمراعاة تخصص البرنامج. نعم. هذه العجوز الامرأة الكبيرة اللي تصلي بالفاتحة، قالوا لها الناس إذا أخطأت في قراءتها وفي أحكامها فصلاتك باطلة. نعم. تفضل دكتور. لك الفضل يا أخي محمد صالح. والأخت نجاة بارك الله فيها أنها حالة. لو كان يعني نأخذ بهذا الحكم اللي يقولوا أنه أي عجوزة أي واحد ما يقراش ويصلي ويغلط في سورة الفاتحة صلاته باطلة، يعني رانا نحكم بالكارثة على الناس. يعني الناس كثير يصلي وما يعرفوش، ما قراش، كيف نطالبه بذلك؟ هو ربما يقرأ ما لا يفهم. صحيح الحديث يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واختلفت نظرات العلماء في بيان أو في شرح دلالة هذا الحديث وفقه هذا الحديث. هناك من قال يعني لا صلاة صحيحة، هناك من قال لا صلاة كاملة، هناك يعني من يقول بنفي الصحة، هناك من قال بنفي الكمال إلى آخره في تفاصيل. هناك اللي يقول لك يعني واجب في حق الإمام والمنفرد إذا كان صلى وحده، أما إذا كان صلى مع الإمام خلاص ما يقراهاش، ما الإمام يحمل عنه ذلك. وقال آخرون أنه يقرأها. نعم. ولا يقرأها لأن ربي قال اقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. يعني واحد يقرأ القرآن ما تيسر من القرآن ولو بغير احترام للأحكام، أحكام التلاوة. طيب سيدي، إذا كان عجوزة ما هيش قارية وربما قرأت شوية حروف في محو الأمية، وإن كان هناك اللي يقرأ في محو الأمية الآن الله يبارك يقرأوا القرآن بالأحكام ويحفظوه ما شاء الله جزاهم الله خيرا. ختموا 60 وكان يختموا 60 بارك الله فيك. اللي ختموا جزاهم الله خير واللي حافظين واللي راهم يقرأوا فيهم أيضا بارك الله فيهم. ولكن إذا كان وحده ولا واحد ما عندوش ظروف، لم تساعده الظروف ليتعلم أصلا ليحفظ سورة الفاتحة أصلا، ما قدرش، نعرفوا عجزنا زمان تسمع غير الكلمة الأولى الحمد لله رب العالمين وبعد بقى على خير خلاص، هذا ما كان. وربي سبحانه يتقبل هذه الصلاة، هي هذا ما تستطيعه. أما بالنسبة للقادر والمستطيع الآن نخاطبه المتعلم. نعم. نقول نعم إذا قرأت مثلا سورة الفاتحة حضرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تقرأ هكذا وربما حتى تسرع في القراءة ولا ترتكب اللحن الجلي. اللحن الجلي الذي يفسد المعنى، الذي يبطله، الذي يغير المعنى، هذا لا يجوز. يعني اللحن معنى الخطأ. وأما نعطي لكم مثال عن الخطأ الجلي أو اللحن الجلي الذي يفسد المعنى ويغيره، كقول مثلا شخص يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، كيقول أنعمت عليهم، هذا لحن جلي، هذا خطأ جلي لا يجوز، لأنه يفسد المعنى ويغيره ويحرفه.
هنا من العلماء من حكم ببطلان صلاة هذا المصلي الذي ارتكب أو أتى هذا اللحن الجلي. أما الأخطاء الصغيرة ربما في المدود، ربما يعني ما عطلهاش باش يكون في أي صورة بوني مد مثلا 6 حركات ومد هو 3 ولا 4، يعني في هذه الأمور يعني ليس في ذلك حرج، لا حرج ولا إثم. إذن باش نحكموا على العجائز نقولوا صلاتكم باطلة، هذا حكم خطير، اتقوا الله في الناس. بارك الله فيك. هانئ من العاصمة بالنسبة لدين الصيام هذا ومسألة الإطعام عليه، هي عندها كما نقولوا تأخير عندك. بارك الله فيك. هانئ من العاصمة بالنسبة لدين الصيام هذا ومسألة الإطعام عليه، هي عندها كما نقولوا تأخير عندك يا أختي هانئ. أولا المطلوب هو الإسراع في قضاء الديون تبرئة للذمة، بمعنى المراوي الرجل اللي عنده عذر شرعي يعني أباح له أن يفطر في نهار رمضان، مرض لك بالنسبة للنساء عند أعذارهم إلى آخره، بعد رمضان الأصل هو الإسراع والمبادرة بقضاء ما عليك من ديون تبرئة للذمة، لأن ذمتك مشغولة بهذا الدين، لازم تقضي هذه الأيام اللي كليتها في رمضان. طيب إذا كان المرأة عندها عذر، بعض النساء مثلا هذه السنة راهي ترضع وبعدين ما تقدرش يعني تقضي أيامها، وبعدين الحق رمضان اللي بعده في العام الآتي مازالها ترضع، من بعد ربما صارت حاملا، راهي حامل، فإذا توالى عليها الحمل والإرضاع فالحرج مرفوع. النهار اللي تكون مرتاحة ما عندهاش عذر من هذه الأعذار ثم تبادر إلى قضاء الأيام. أما أنت كما قلت تأخرت، هكذا قلت، مادام تأخرت عندك فدية التأخير. أولا الواجب أمران، الأمر الأول هو أنك تقضي هذه الأيام، يغتنم هذه الأيام المليحة، راه الشتاء هو اللي راه جاي، أيام صغيرة وكذا، نهار صغير تقضي الأيام تاعك، وباردة الله يبارك، تقضي الأيام تاعك. ولكن في كل يوم تقضيه تقدمي، مثلا إذا كان عندك 10 أيام تخرجي 10 فديات، خاطر كل نهار تأخير عندك فدية تأخير، يطعم مسكين واحد، والمبلغ المتفق عليه في هذا المنبر يعني الحد الأدنى 25 دينار، وإذا كان قدمت أكثر فذلك أحسن وأكرم لك وللفقراء والمساكين، وبذلك تبرؤ ذمتك بإذن الله تعالى. نعم. بارك الله فيك. زينب من ورقلة وتركة الوالدة رحمها الله، بالنسبة لهذا الذهب نعم من يرث؟ الأخت زينب، ربي سبحانه في القرآن الكريم وزع الميراث بنفسه كما تعلمون، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا إلى آخر الآيات. هنا ربك قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان للذكر مثل حظ، وإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ما دام هما عندكم أكثر من 2، يعني راكم 3، صافي عندكم ثلثا الميراث فرضا، بمعنى عندكم 2/3 2 إذا كان 60 غرام كما قلت نتاع الذهب، معنى انتم البنات عندكم 40، هذوما الثلثان 2/3 نتاع 60، يعني 60 غرام مضروبة في 2 مقسومة على 3 يساوي 40، هذه هما الثلثان 2/3. طيب وتقسموا هذا 40 غرام نتاع الذهب على الأخوات في 3 بالتساوي على عدد الرؤوس. ولكن انت قلتي من جهة الأم ما كان هناك لا أخ، طبعا ما قال حتى الأب ما كانش، يعني هكذا ولا ريحة ما كان حتى واحد، لا أب ولا أخ ولا عم ولا ما كان حتى واحد، فبالتالي هذاك 20 اللي بقات تروح مرة أخرى تعود إلى البنات عن طريق الرد. نعم. ذكرت العمة قالت لك العمة وماشي هي، قال لك أولاد العمة. أولاد العمة هل يرثون؟ لو كان لا ما يورثوش، يعني بيناتهم أنثى. نعم بيناتهم أنثى فلم يرث، لا ينتقل الميراث. إذن عندهم الثلثان فرضا والباقي ردا، يعني في النهاية عندكم 60 غرام ذهب
يتوزع عليكم في 3. كل وحدة عندها 20 غرام ذهب. مادام سألك محمد صالح هل فيه تركة أخرى، أنت قلتي ما كانش، يعني ما كانش عقارات، ما كانش سكنة، ما كانش أرض، ما كانش شجرة، ما كان والو. إذا كان غير هذا اللي خلات معناتها توزعوه على 3 بيناتكم والسلام. شيخ، هي أساور ممكن لا يستطيعون تقسيم هذه الأساور؟ بارك الله. نعم، سهلة. إذا كان ما قدرتوش تقسموا هذه الأساور، كاين حاجة اسمها التخارج. مثلا إذا كان واحد السوار كاين واحد مثلا ولا كاين زوج والأخرى ما عندهاش، تقيموا هذا الذهب كله بالدراهم، وبعدين إذا كان 60 غرام هذه جات مثلا 60 مليون مثلا، معناتها كل واحدة منكم تأخذ 20 مليون. هذا هو هذه القسمة. نعم. إذا كان وحدة أعطيت لها سوار ولكن قيمته ب 12 مليون، معناتها تعطيوا لها السوار 12 مليون، زيدوا لها 8 ملايين هكذا. وممكن انتم كيما راكم كامل بالك واحدة منكم تحب تاخذ كاع هذا الذهب، طبعا بالرضا ماهوش بالسيف. إذا كان هي أرادت أن تستأثر بهذا الذهب كاملا تسلكهم بالرضا، تسلكهم يسوى 60 مليون. ماشي انتم تقيموا تشوفوا الناس الخبراء، ربي قال فاسأل به خبيرا. إلا إذا كان بيدكم الثقة كاملة وكذا ممكن تقيموا وتشاوروا أي واحد عارف بأسعار الذهب وتقيموا هذاك الذهب. وبعدين إذا كان واحد دات الذهب كاملا تسلك سواء 60 مليون، تعطي 20 مليون 20 مليون للأخريتين الاثنين هكذا الأخريين. إذا كان كما قلت الآن مثال عملي، إذا كان السوار يسوى 12 مليون هذه قيمته، وهي لازم تأخذ 20 مليون مع تضيف لها إما من الذهب الآخر، ربما خواتم، ربما لا أدري هذه الأمور. إذا كان هذا تعذر تعطيه لها دراهم، إكمال الحصة كاملة بما نقص اللي هو 8 ملايين سنتيم. نعم. هكذا يعني ممكن إعمال قواعد التخارج في هذا الباب. بارك الله فيك. بالنسبة لخديجة من البوليدة، عندها راتب شهري وهذا الراتب بالعملة الأجنبية صعبة الأورو، تحوله بالدينار في السوق السوداء، هل هذا حلال أم حرام؟ تسأل خديجة. نعم. شوف أختي خديجة، اسمعني مليح. أولا أنت تأخذي بالأورو الله يبارك، فمادام عندك الراتب نتاعك، هي لم تسأل عن نصاب الزكاة، لم تسأل. لا، على التحويل. على التحويل. بالنسبة للتحويل احنا بالنسبة لنصاب ذكرناه المرة اللي فاتت. نعم. 2735.3 أورو. هذا اللي عنده هذا المبلغ وضر عليه العام، وشرحنا هذا في وقته. الآن التحويل عندك طريقان، إما الطريق الرسمي اللي هو تروحي البنوك، وهو الطريق الآمن، لأنك تروحي إلى مؤسسة مالية رسمية تحولي الأورو نتاعك، تمدي 200 أورو. شحال يعطي درك السعر الرسمية سي محمد صالح تقريبا راه في 10,000 وشي، قريب من 11,000، يعني مليون وشوية هكذا، مليون طيب. يعني إذا كانت دات 200 أورو معناه يعطيون لها حوالي 2 ملايين و200 مثلا. هذا في السعر الرسمي. الخصائص نتاعو المميزات نتاعو أنه طريقة آمن رسمي، عندك وثائق نتاعك ما عندك حتى مشكلة. ولكن كان طريق آخر اللي هو ما يسمى بالسوق الموازية، مارشي نوار، السوق الموازية. طبعا نحن لا نشجع المارشي نوار، نتمنى باش مؤسساتنا المالية تكون حاضرة متواجدة ذكية باش تقدم القيمة الحقيقية للعملة. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى إذا كان 100 أورو، إذا كان في السوق السوداء تبيعها 1,500,000 مثلا، 17 ولا 17 كما قال خويا محمد صالح. نعم. وتروحي للبنكة يعطيو لك 1,200,000، معنى الفرق 500,000. درك أي واحد يقول لك أنا ما نروحش للبنكة، نروح مباشرة إلى السوق السوداء، صح؟ نعم، لفارق الزيادة، فارق الزيادة كبير. نعم. الآن ومغري. نعم، ومغري. نعم. طيب لذلك نقول لك، فإذا ذهبت إلى هذه السوق الموازية فمن الناحية الفقهية هذا أمر جائز ومباح. نعم. ولكن لابد من ذكر بعض المحاذير.
منها والوقت لا يسمح باش نفصلوا فيها، منها أنه لازم نفكروا إذا كان الناس راهي ولات بونوك في طريق، كاين ناس سمحوا لي على كل حال كان ولات الأمور الآن راهم يتبعوا فينا، راهم يسمعوا من تيسر له ذلك. يعني عيب أنه في بلادنا نلقاو الناس هكذا تبيع دراهم في طريق، هذا أمر يشوه بلادنا وأمر مرفوض بجميع المقاييس. ولكن بالنسبة للشخص خاطر ممكن نفتح قوسا مهما، يجي شخص يقول كان فيه واحد رايح مثلا الأوروبا، حبيت يشري لي دواء ورايح بالجمعة وأنا البنك ما كانش، حبيت نشري 100 أورو باش نعطيها له، ولا لا يجي الواحد يقول بيع لي 100 أورو باش نعطيها الواحد يروح اليوم يسافر. طبعا هذا أمر جائز يقينا، لأنه لقضاء حاجات الناس ما كان حتى مشكلة. ولكن احنا الذين نعم البنك لا يبيعه العملة، لا يبيع لهذا الشخص العملة، ما يبيعلوش كونه غير مسافر هذا إشكال. نعم. لأنه إذا كان هذاك المبلغ يعطى فقط للمسافر ومرة واحدة في العام، نعم. يقدم جواز سفر وبي دافيون تذكرة السفر، هذه يعني الأدلة الثبوتية أنه يسافر، وورقة الضريبة يعني. ورقة الضريبة، ويحظى نعم. بتحويل مرة واحدة في العام فقط، لأن ظروف الواقع تختلف تماما عن. بارك الله فيك. لذلك الآن هذا المواطن إذا في حاجة نعم، هذا المواطن كيفاش نديروا له؟ عنده إشكال لازم يتحل. نعم. إذا ما لقاش رسميا يروح شعبيا، يروح للسوق الموازية. من هنا قلنا بجواز هذه المعاملة. ولكن ولاة الأمور ويجب عليهم إذا أرادوا، ونتمنى أن يريدوا ذلك باش لضمان فتح المنافذ، نعم، حفاظنا على مصالح الأمة وحفاظنا على مصالح الأفراد أيضا، لأن الشريعة تقر من الأحكام ما يحفظ مصالح الجماعة ومصالح الأفراد أيضا. نعم. أليس كذلك؟ لذلك كي تكون هناك مؤسسات وتيسيرات في الإجراءات وكذا كما راه موجود في بعض الدول تماما، وتكون مش بهذه الصورة المبالغ فيها، مش بهذه الصورة المبالغ. نعم. بارك الله فيك. هذا من جهة. من جهة ثانية لازم توفير هذه المؤسسات المالية وفي كل وقت. نعم. باش الإنسان يعني اللي عنده أي إشكال أي حاجة يقضيها بكل يسر ويرفع عنهم الحرج. رقم 2. ورقم 3 مراعاة القيمة الحقيقية. نعم. القيمة الحقيقية، لأن إذا كان كل عملة عندها قدرتها الشرائية. نعم. إذا لم نراعي هذه الأمور، طبعا المواطن البسيط يقول كان ما نروحش البنكة نخسر فيها 500,000، ما نروحش. نعم. ما نبيعش البنك، نروح نبيع مباشرة. لذلك هذه مسؤولية الجميع، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. إلى ذلك الحين باش تتغير هذه الأمور إن شاء الله تعالى وتيسر، فالحرج مرفوع إن شاء الله. عجل الله بها إن شاء الله، حتى أمين. الجميع يكون في أريحية. محمد من سكيكدا، نعود إلى الميراث. نعم. محمد سألت عن أولا التركة، قالت أن زوجة الأب ترث ثمن، معناتها يبقى 7 أسهم لنا، نحن 3 بنات و5 ذكور، البنت قسمة والذكر قسمتين، هل هذا صحيح؟ لا ماشي هكذا الأخت. نعم. سجلي معي محمد، خذي قلم وورقة. أنت قلتي مات أبونا، مات. نعم. والدنا، مات الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، وترك زوجة. أنت تقولي زوجة الأب ولكن هي زوجته. إذن الزوجة نتاعو ترث الثمن لوجود الفرع الوارث مطلقا. إذن هي ترث ثمن 1/8. إذا مثلا في دراهم 80 مليون، لأن ترث في العقارات والمنقولات، إذا كان خلى 80 مليون مثلا هي تأخذ ثمن، معناه 10 ملايين تروح لزوجة باباك. في 8 ملايين عندها مليون. نعم. في 8 ملايين أيوة عندها مليون. معناتها تأخذ 10 ملايين من أصل 80 مليون سنتيم، صافي يبقى 70 مليون بالنسبة للدراهم. أما الحاجات الأخرى كل حاجة نطبقوا على نفس القاعدة. هكذا تمشي. الآن واش خلى من العصبة؟ خلى كما قلتي من هذه زوجة الأب، خلى ابن وبنت هكذا. نعم. طفل وطفلة. ولكن انتم قلتي من بابان ويمانا، يعني انتم يسموكم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات. كاين 4 أبناء و2 بنات. حنا كيفاش نديروا بالنسبة للمورث؟ باباك واش خلى زوجته، وخلى 5 أبناء 4 أخوات هذو الأشقاء. نعم. زائد الابن نتاع باباك من الزوجة الثانية. نعم. طيب صافي خلى 5 أبناء وخلى 3 بنات هكذا. نعم. طيب وكي تبقوا هنا الكلام اللي قلتيه صحيح، الذكر الابن يأخذ 2 قسمات
والطفلة تأخذ قسمة. يعني قالها رب سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني هنا يسموهم بلغة الميراث اسمهم العصبة بالغير. شيخ يأخذوها من 7 أسهم اللي بقات. نعم يأخذوها من 7. يعني صحيحة وش قالت؟ لا صحيحة. نعم يأخذها من 7 صحيح. لا كي قالت برك على هي ومع خوتها. لا في التفريغ اللي نعم نقول جميع أولاده عنده 5 أبناء في النهاية 5 وعنده 3 بنات. نعم هذو 8 كامل يأخذ من 7 اللي بقات خاطر الثمن راح للزوجة بقى 7 على 8. 7 هذيك كيما راكم كامل تقتسموها مع هذه القاعدة اللي قلتيها. الطفل أو الابن عنده قسمتان والطفلة ولا البنت عندها قسمة واحدة. ولكن كي نطبقوها هنا في قواعد الميراث المسألة فيها انكسار. على فيها انكسار باش ما نشوش عليك يا الأخت محمد معناتها 7 غير قابل خاطر 5 أبناء معناها 10 و3 معناها 13. هل يمكن قسمة 7 على 13؟ لا. في المسألة انكسار لوجود علاقة تباين بين عدد الأسهم وعدد الرؤوس. وعند وجود علاقة تباين هذا الأمر يقتضي لتصحيح المسألة أخذ عدد الرؤوس اللي هو 13 يضرب في 8 لتحصيل الأصل المسألة الجديد ثم تضرب سهم كل وارث في العدد الذي صحت به المسألة ونخرجوا بأصل المسألة الجديد وهكذا. ويزول الانكسار. بلا ما نشوش عليك بهذه الأمور نقول لك فقط 7 هذيك اللي بقات انتم كامل تاخذوها من ثم حقكم قسمتان يعني حصتان أو سهمان للذكر وسهم واحد للأنثى. أي موثق يعني يجري لهم العملية عادي. نعم. الآن مسألة توكيل. الوكالة. نعم. هي قالت أعطينا وكالة. أعطوا وكالة لأخوهم وهو قال أبيع كما أحب أنا يعني أنا أتصرف في البيع. لا شوف يا أختي أم محمد في جميع القضايا نتاع الميراث كي يموت واحد يعني القانون تاعنا يقول لك خلي واحد عنده وكالة بروكاراسيون. الوكالة هذيك لتيسير الإجراءات فقط. يعني لا تمنحه حقا زائدا أو إضافيا. لا تمنحه سلطة العدوان على الغير أو الطغيان أو كأكل حقوق الآخرين. ولا تمنحه السلطة باش يبيع كيما يحب. كي قال لكم نبيع كيما نحب راه غلطان راه مخالف الشريعة راه مخالف القانون تاعنا. لازم يعرف هذا الشيء. شيخ مفهوم آخر تفضل. يبيع كيما يحب مش كل مرة يشاورهم. قال هو راه أضرب شحال تسوى هذه القطعة وهذا البيت يتفاوض مباشرة مع المشترين إذا أرسل على ثمن ثم يشاوره. نعم. أما كل مرة يشاورهم أعطاوني كذا لا اصبر أعطاوني كذا لا ما تبيعش ربما أشار إلى هذا. طيب الجواب. نعم في هذه الحالة تغير الفتوى بتغير المستفتي. نعم. فإذا كان خوهم هذا يرعى مصالحهم. نعم. عندهم في ثقة ما شاء الله ويقولون مثلا نعم. إذا كان باباهم خلى كاميون خلى شاحنة مثلا. طيب سيدي يقولون واش رايكم يا خوتي نبيع هذا الكاميون هذه الشاحنة والدراهم هذوك نوزعوهم بيناتنا وباش نكملوا البنيان اللي خلاه بابانا. نعم. وأشياء كهذه ولا نشريو حانوت هذاك نكريه ونجيبوا طرح. يعني الله يبارك إذا شفنا هذا الإنسان صالح ويرعى مصالحهم الله يبارك الله يعين. نعم. والتفويض هنا يختلف من شخص إلى آخر. أما أن إذا كان بهذا الشكل ما كاش مشكل. نعم. خونا العزيز عندنا فيك الثقة الله يبارك أنت تعرف السوق وترعى مصالحنا مش تغبنا وتخاف ربي وما تغبناش أعطيوا له وكالة الله يبارك خليه يتصرف. نعم. ولكن يرعى حقوقكم ومصالحكم. القصارى ترعاهم أمهم. نعم. نعم. هذوك القصار عندهم إماهم لأنه طبقا للقانون تاعنا الأم هي تولى الآن مقام الأب بعد وفاته. طيب أما إذا كان يعني خوكم هكذا دار هذه تغننت يقول كان يعطيته الوكالة راكم حكمتكم. نعم. خلاص مصيركم في يدي ندير واش نحب قولوا راك غلطان. لا. وإذا كان ماشي ما تبعش هذه الحصة قولوا يتبعها في الإعادة قولوا راه غلطان ولازم يتقي الله. نعم. لأن اللي عنده الوكالة راهي مسؤولية شرعية. نعم. معناه كاين الناس اللي داو الوكالة باش هم يخسروا يجيوهم ماشي يدير الوكالة معناه يتسلط
يولي يكون عنده سلطة ويطغى ويتجبر، وربما لا يرعى مصالحهم ويرعى فقط مصالحه. نعم. زكيم فرنسا، البسملة في الصلاة، البسمة في الصلاة يعني الخروج من الخلاف، مراعاة للخلاف، قوليها سرا وسرا، ما تقوليهاش في كل صلاة، في كل عند بداية كل، يعني طبعا نحن ملاحظ في بعض الآن كل شيء ينقل على المباشر، يعني يسمعوا بالبسملات في بعض المذاهب صحيح، في مذهبي نحن عند في المالكية لا، البسملة لا تقال، ما يقولهاش الإنسان، وإذا قالها يقولها مراعاة الخلاف، يقولها في سرا. تبرع بالدم لغير المسلمين ومع هذه الجمعية المنتمية لجمعية الصليب الأحمر. طيب يا أختي زكية، راكم عايشين في أوروبا، راكم عايشين في الغرب، نعم، راكم ضيوف هناك، فيجب عليكم أن تحققوا يعني شروط المواطنة، مبدأ المواطنة. نعم. راك عايش في دولة، في ظل دولة، لازم تكون مواطن صالح، تكون مواطن يرعى الحقوق، مواطن يرعى القوانين هناك، أليس كذلك؟ بلى. ما دام تقابل باش تعيش ثم لازم تخضع لهذه الأمور. نعم. طيب سيدي، كما يراعي الإنسان قانون المرور حيث كان، يرعى قانون المرور، ما يلزمش يخالفه. الآن علاش قلت هذه الكلمة؟ هي رسالة، وأنا أعلم أن ذكاءكم يسمح باستقبال هذه الرسالة، وتعطي صورة أيضا مليحة على الإسلام والمسلمين. نعم. لأن كل مواطن، كل مسلم غادر بلاده لسبب من الأسباب المشروعة، إما للدراسة أو للتجارة أو لأي عمل في إطار المشروع والمباح، فلا بد أن يكون سفيرا لوطنه وسفيرا لدينه، ويبرز الوجه المشرق للإسلام، هذا هو المطلوب، الوجه الحضاري، السيفيزم. طيب الآن نرجع إلى التبرع بالدم، راكم عايشين تم، يعني الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم لآدم وآدم من تراب. هذا العمل الخيري هذا ماهوش خاص بالمسلمين، يعني نعطي الدم إذا كان مسلم مريض ومهدد بخطر الموت وعنده نقص في الدم نعطيه له الدم نتاعنا. أما إذا كان واحد ماشي مسلم ما نعطيولوش، لا. تجمعنا الأخوة الإنسانية، تجمعنا الأخوة الإنسانية، هناك قواسم مشتركة بيننا وبين الناس، بيننا وبين الخلق، لذلك لا بد أن نراعي هذه الأمور. لذلك نقول لك يجوز لك التبرع بالدم، إما في العيادات أو في المستشفيات في أوروبا أو في غيرها، وكذلك الجمعيات التي ترعى هذا الأمر، يعني التبرع بالدم. السجدة لغير مالك. نعم. السجدة طبعا احنا عندنا 11 موضع يعني بالنسبة للمالكي يعني نسجدوا فيها في سجود التلاوة، و15 لغيره. بالنسبة لغيرنا عندنا 15، فرق 4. الآن إذا كان لم تسجدي مراعاة لما تقر في المذهب المالكي فيجوز لك ذلك اتباعا للمذهب المالكي، وهذا أمر مشروع. في كلمة صدقة العشاء هذه شيخ. وإذا كان سجدتي اتباعا للمذاهب الأخرى أيضا فلا حرج. الصدقة نعم تبرعي، إنما الأعمال بالنيات، ديري العشاء وتبرعي بهذاك الأجر بنية الصدقة، بنية الصدقة لمن شئت من أموات والحمام العائلة، فحكمه حكم الجواز. حل. ولكن هناك اللي قال بالكراهة، نخليها الحصة الجاية يكره، يعني جائز مع الكراهة. جائز مع الكراهة. بارك الله فيك شيخ، شكرا جزيلا، ومعذرة على هذا. ممكن زيدنا شوية 10 دقائق؟ لا أبدا. نعم، سلطان الوقت على الجميع. شكرا لمشاهدينا الكرام ولإخواني وزملائي. هذه تحيات الأخ سفيان في لغة الإشارة، الإخوة والزملاء التقنيين والمصورين بقيادة المخرج يونس. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.